المتدخل السيد سليمان سعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة معالي السادة الوزراء، السيدات السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا اللهم ارفع علينا البلاء والوباء ورحمة على اللي توفاوا، واللهم اشفي مرضانا بما فيهم رئيس الجمهورية. هذه من باب الأخلاق والدين والرجولة. أما السياسة ندو نجيبوا فيها، نقولوا في مشروع القانون المعروض علينا معالي الوزير، صراحة أنا ما قنعتش بالشيء اللي راك جايبينه، خاطر ماك جايبه وحدك. ما قنعناش. كيفاش ما قنعناش؟ لأن أرض الواقع شي خر، والهضرة هذه نتاع الأرقام غادي نترجمها لك بمعاناة الناس. نتوما قاعدين ديروا في التقديرات على 3 سنين باغيين نديروا، والمؤشرات اللي عندكم سلبية. تاكلين عنا 40 دولار ما تسلككمش، لأن أصلا السوق النفطية العالمية ما تحكموش فيها نتوما. مجرد أن ترامب يدخل وبايدن يخرج، بايدن يدخل، تترون السوق العالمية، يطيح ولا يطلع. رولية المخزون الامريكان، معنى حاجة اللي تاكلين عليها نتوما باش تجيبوا مداخل منها، باش ديروا للشعب الجزائري، تعطوه المنحة، تعطوه المعطوبين، تقروا الناس، ديروا ما تملكوهاش نتوما، وديروا تقديرات تاع 3 سنوات. ما عيش في أرض الواقع. لا، الحكومات اللي فاتت وانا شاهد على العصر ثاني هما كانوا يديروا لنا 3 سنوات. سيدي راه باغي يطلع معدل النمو، والحكومه اللي تجي ما تقراش حتى اللي دارتها اللي قبلها. ايوا البرلمان عامل يتعلموا فيه تجارب، ناويين في 2023 ان غادي يطلع كذا ويطلع كذا. في واقع الامر لا. هضروا لنا على اللي كاين، اللي في ايدينا معاناه شعب. بدليل ان هذه وزاره الماليه اللي تترأسها انت في التوصيات تقولوا باللي احنا لازم ندوروا على ميثود كيفاش نستقطبوا المال نتاع السكوار. يا 60 عام وحنا نقولها وندبوا، لدرك ما كانش الحل واه. هذا تاع البريد يقول لك نقضي على السود، كي ندير نقضي على السيوله، مازال راه مريض. ويعرفوا يستفزونا. مانيش باغي نهضر خاطر الناس هضروا بزاف وما عندي ما نقول. اياتهما لقيتو غير الحجه قال لك تخفيض الامتيازات تاع الجنوب، سفروا عليها ولاد التراريس، وراهم عايشين في الرمله والبونصالب والعقارب، وصابرين وحامدين ربي على الوطن. والناس هنا في موريتي اعطيها للزعقه والميرلون. مشاكل النعمه، راني نشوف باللي الساعه غابنت ديال الله غالب. وزير الصحه مانيش باغي نسميك، نقولوا له الناس اللي راكم هنا تمثلوه راهم استعملوا كلمه كذاب. نقدر نقول حتى نواه. حنا قال لنا سكانر وحنا نزوروا في صحراء، وقال لنا نجيب لكم طبه تاع مرض السرطان وما جابوش في عين الصفراء. واش باغيني نقول لك؟ انا ليك تقول نمثل الشعب وترجع فيا القوانين. وحتى رئيس الجمهوريه كريتيكا حكمه بوتفليقه وقال قوانين فيها ماهيش مليحه، ماهيش مليحه في حق الشعب. والبرلمان كومبليس متهم. خاصنا يا رام ما عندناش تاع اللقاح هاملين، نضلوا ماشيين لدوارن. وزير الاشغال العموميه حنا طريق اجتنابي يخرج 4 ولايات جنوب، مازال ما درتها لناش سيدي، ورانا سنين وحنا نندبوا. عندنا مشروع نتاع مؤسسه تكوين متخصصه، جمدوه. حنا ندبوا لهم على اطارات هنا، مانيش باغي نقول شكون. حنا نشكو لهم على هم الجنوب، وهو يهضر له صاحبه يقول له ودي ميلانيا بغات تطلق على ترامب، وايفانكا قال لك راه غضبانه. نشوف الهبال. حنا نهضروا على الشعب وما يهضروا على الامريكان.
ما راناش كيف نحن نحمل معاناة، ماشي خطابات شعبوية تفوتوا بنا الوقت ونفوتوا بكم الوقت. دير في بالك باللي الشعب كارهكم وكارهنا، تقولوا اللي تقولوا، ديروا البيبليسيتي اللي تبغوا، الشعب كارهكم وكارهنا الأغلبية. شكرا السيد النائب. وكان السيد سليمان سعداوي آخر متدخل.